عمرك وقفت قدام مبنى وقلت المبنى ده معمول عشان يخدمنا ولا عشان يستهلكنا؟ كل مبنى بنشوفه حوالينا ليه تمن، مش بس فلوس، تمن من الطاقة، من المواد والمية، وأحيانا من صحة الكوكب نفسه. وهنا بيجي مفهوم الاستدامة، إننا نعيش النهاردة من غير ما نبوظ بكرة، يعني نستخدم مواردنا بعقل بحرص ونخلي الأجيال اللي بعدنا تقدر تعيش زينا وأحسن كمان. بس لما نحط كلمة استدامة جنب العمارة أو العمارة المستدامة بتتحول من نظرية لحياة. العمارة المستدامة مش ديكور عليه شوية زرع بس، ولا سقف فيه ألواح شمسية، دي فلسفة تصميم بتبدأ قبل ما ارسم أول خط. يعني ازاي افكر في توجيه المبنى عشان استغل الشمس والهواء الطبيعي، اختار خامات من البيئة اللي حواليا بدل ما استورد واستهلك، ودي بتبقى اقل تكلفة كمان. اصمم نظام يعيد استخدام المية ويقلل استهلاك الطاقة، واخلي المبنى يعيش اطول بدل ما يتهد بعد 10 سنين. الفكرة بقى في العمارة المستدامة ان انت ازاي بتفكر حتى في المبنى لما يتهد، انك تقدر بالخامات او المواد المستخدم بيها هذا المبنى تعيد استخدامه تاني في انشاء مبنى اخر. العمارة المستدامة شفناها في العالم كله. مبنى ذا ايدج في امستردام بيولد طاقته بنفسه، برج بوسكو فيرتيكالي في ميلانو، غابة عمودية بتنظف الهواء، ومدينة مصدر في ابو ظبي معمولة مخصوص للمناخ الحار، تهوية ذكية وطاقة شمسية بتغطي كل حاجة. واحنا هنا في مصر المناخ مش عائق، بالعكس ده كنز. عندنا شمس طول السنة، هواء طبيعي، وتاريخ معماري بيحكي ازاي اجدادنا فهموا البيئة من غير ما يسموها استدامة. لو رجعنا نفكر زيهم مع تكنولوجيا دلوقتي ودمجناهم مع بعض، هنقدر نبني فعلا مستقبل مستدام. في رؤية مصر في 2030 الاستدامة بقت هدف مش رفاهية، والعمارة واحدة من اقوى الادوات لتحقيق الهدف ده. لان كل مبنى مش مجرد شكل، هو وعد، اما نحافظ على الارض او نكمل في استهلاكها. وفي الاخر السؤال مش احنا بنبني ايه، السؤال الحقيقي بعد ما بنبني هنسيب ايه. سلام.